السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا رب. صباح الفل على عيونكم، مساء الفل على عيونكم، على حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه. يا رب لو اول مرة تشوفوني كده، اللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك. اتمنى ان انتوا تحطوا لي لايك، اتمنى ان انتوا تشجعوني. شايفين المنظر اللي قدامكم الرهيب ده؟ ماشي. من رمضان ما اتعملش، يعني حتى في تنظيفة رمضان ما اتعملش. كنت بقعد اقول لولادي والنبي يا ابني اطلع هاتهولي، والنبي يا ابني اطلع هاتهولي. ما فيش حد معبرني يا سعاده الباشا. ففضلت كده لحد ما رحت قضيت بقى. رحت صايحه بقى، قلت لا، انا البتاع دوت لو ما نزلش دلوقتي هسيب لكم البيت وكده بقى. وانا عيالي بقى بيخافوا مني اما بزعق. رحت ولادي نزلوه. بصوا بقى، هنا كنت بوريكم المنظر. بصوا كان في طاري منه كده شحم بقى، زي ما يكون كان متعلق محطوط في مطعم. والله والله كتر الف خيره يعني بجد. مش لاقي حد ينزلهولي وبجد انا صعب ان انا اجيبه. فاولادي ادعوا لي كده ربنا ينجحهم، لان هم لسه الامتحانات. الحمد لله هم لسه مخلصينها، بس لسه النتيجه ما طلعتش. ادعوا لهم كده ربنا ينجحهم وييسر لهم امورهم ويهدوهم ليه. بوريكم بقى. بصوا، انا بستعمل الخلطه دي نشا وبطاس وميه وكلور. ممكن تحطي ملح ليمون وتحطي عليهم شويه خل، وممكن لا. انا ما حطيتش لا ملح ليمون ولا خل، حطيت ميه اهو قدامكم. بحط نص كوبايه ميه مثلا في اي حاجه طبعا مش هتستعمليها للاكل ولا الشرب. وبدوب فيها مقدار معلقتين نشا. ودي معلقه بقى كنت بدور عليها علشان استعملها للحاجات دي، تدويب البطاطس والحاجات دي مش هستعملها في الاكل تاني، فلقيت دي بايظه عندي رحت مستعملاها. وبدوب بقى النشا مع الميه. بصوا هنا كان مسك تحت شويه عبال ما دورت على المعلقه الخشب دي، فكنت بقلبه بقى. اول حاجه الميه والنشا علشان يدوبوا مع بعض وما يبقاش مكلكع مننا. تمام. صلوا على النبي. واللي مش حاطط اللي مش حاطط لايك يحط اللايك. اتمنى اللي اول مره يشوفني انا ام الابطال اعملوا لي اشتراك. ان شاء الله هيبقى فيه كل جديد، وهجدد حاجات كتير قوي. عايزاكم تتابعوني وتشجعوني وتقولوا لي ايه يا ام الابطال، ايه الجديد اللي انت هتقدميه هقول لكم عليه. والله امبارح انا ما نزلتش فيديو. جيت اصوره. حصل كده حاجه، الحمد لله رب العالمين ربنا ييسر لي الامر فيها، فسبت كل حاجه وسبت التصوير ونزلت. كنت بعمل اكل يعني، وكنت هعمل اكل وهصوره لكم وكده ونتكلم مع بعض، ما عملتش كده. انا حطيت شويه كلور بقى. الفيديو دوت انتوا لو سمعتوه بجد انا بسجل لكم عليه، لان كان فيه عته كتير قوي وكان فيه سويت كتير قوي من عيالي. بحط حوالي معلقه ونص كبار او معلقتين كبار من البطاطس دوت موجود في المحلات اللي بتبيع الصابون والكلور وكده. سايب. دول ب20 جنيه. البرطمان ده كنت لسه جايباه ولسه مفضياهم. بصوا بقى بتتقل ازاي زي المهلبيه، لان البطاطس بيسخن جدا مع الكلور كمان. وريحته خلوا بالكم كمان قويه شويه، مش قوي بس يعني لحد يكون عنده حساسيه او بيعاني من حاجه لا هيبقى صعب. الحمد لله عادي. ممكن تلبسي كمامه يعني اوفر من السترس ابو 162 ولا 165، وما عرفتش انهين كمان. بصوا المنظر رهيب. بصوا بجد حاجه تكسف يعني. انا بعتذر لكم والله عن المنظر ده وتحققوا عليا، بس انا بشارككم يعني يمكن افيد حد وممكن حد يفيدني يعني. وفي الاخر هو كله ان باذن الله نفسي ربنا يكرمني في المحتوى، يعني اللي انا بعمله بوريه لكم ان شاء الله. ربنا ييسر الامر والقناه بتاعتنا كده تشتغل وتكبر بيكم ان شاء الله. اتمنى يا رب ان انتوا تشجعوني كده. بصوا بدهن كل الخلطه اللي انا عملتها، الميه على النشا، وبعدين شويه كلور، وبعدين معلقتين بطاطس ودوبتهم. وبدات بقى ادهن الشفاط كويس. هتلاقوا بقى سهل قوي في تنظيفه جدا يعني، بيسيح البلع بامانه يعني. صلوا على النبي. واللي ان شاء الله باذن المولى كده اللي عنده حاجه يعني حاجه احسن من الفكره دي قولوا لي.
انا شفت ناس بتنضف بالدقيق، ناس بتنضف بالزيت، بس حسيت ان هي هتاخد وقت اكتر من هقعد انضف وبعد كده هغسل برضو تاني. لا، فحسيت ده كمان بينجز معايا يعني. انتوا هتشوفوا دلوقتي هيتعمل بكل سهولة، وما خدش وقت حتى يعني، ما سبتوش وقت طويل، ده هم 5 دقايق ومشيت عليه بالليفة وخلاص على كده. بس كل ده انا مش واخده بالي ان هو ساند على الستاند بتاع الموبايل. والله العظيم خضني، انا افتكرت فار مزنوق في البتاع، وحياة ربنا اتخضيت جدا يعني. عشان كده يمكن انا كنت بتكلم وانا بسجل، وانا بصور لكم الفيديو، بس والله من كتر العته اللي حصل في الفيديو قلت لا مش هينفع انزله بكل العته ده، الناس هتتصدم. فواحده واحده بقى، وبعد كده لما تعرفوني كويس هتعرفوا ان في عته بيحصل. بس بقى كنت عماله بقول ايه اقول لكم في الفيديو، ما انا لو ليا عيال بيحبوني ولا بيراعوا امهم كان زمانهم ما حطونيش في موقف زي دوت وخلوني. انا زمانه نضيف واتغسل على العيد واتغسل ساعه رمضان، والله ما اتغسل حتى يعني، دوت بقاله حوالي 3 شهور ما اتغسلش. بصوا عامل ازاي، منظر رهيب. فذلوني بامانه، واتعصبت والله في الفيديو يعني. بس بصوا بقى بدهنه كله، حتى الريش ديت والشبكه ديت. الحمد لله الحمد لله والله ان هو طلع بالنتيجه اللي انتوا هتشوفوها في الاخر، وانتوا شوفوا في الاخر واحكموا يعني. قلت طب وعلى ايه يعني، انا مش عارفه انه سترس، لقيت سترس للبوتاجازات، وسترس لما اعرفش لدهون المطبخ، وسترس ما جابوش سترس للشفاطات، وما شفتش يعني. انا بدور كده على اليوتيوب على فيديوهات، بشوف المنتج ده طب انهي واحد، ما هو في موف وفي اخضر وفي ما اعرفش ايه، ما فهمتش حاجه وما لقيتش حاجه كويسه ولا لقيت ريفيو مفيد. فقلت خلاص انا هعمل اللي انا بعمله لحد ما اصادف بقى او اسال متابعيني كده حبايبي انه سيترس اللي هو بينظف البتاع ده. المشكله الوحيده بس ان هو يعني الماده اللي انا بستعملها دلوقتي دي البوتاز بالكلور بتحرق الايد. تمام يعني. انا بصوا كنت الاول بستعمل عادي من غير جوانتي، هتلاقوني لبست الجوانتي لان بدا نقط كده تيجي على صوابعي فبدات تحرقني جدا، فرحت لابسه الجوانتي. هكمل بقى الشغل وعشان اعرف امسك الليفه بالجوانتي. فانا مش عايز، ما بحبش استعمل جوانتي بامانه، ما بعرفش استعمل جوانتي، ما برتاحش فيه. بس بقى بدهنه كله بقى خالص يعني، بشبعه من البطاز بالخل بالميه. انا بقى كنت بقول ايه يا ترى من الناحيه التانية نضيف ولا لا، قلت يعني ولا يخليه نضيف يعني. بالك قد ايه يا حاجه ما نزلتوش، عايزه تلاقيه من ورا نضيف على اساس ايه. بس الحمد لله بفضل ربنا والله ما شاء الله تبارك الله نضف وبقى زي الفل. هتشوفوا النتيجه في الاخر وهتشوفوا ان الموضوع كله ما كلفنيش 25 جنيه، يعني ما كلفهمنيش اصلا. انا جايبه البطاطس، انا استعملت منه معلقتين، هنقول معلقتين كبار، انا جايبه البرطمان ده كله ب20 جنيه، يعني تقريبا مكلفني كده بتاع حوالي 7 جنيه. هجيب بقى انا سيترس دوت ب100 حاجه و60، ولسه مش عارفه كمان هو ده هينفع معايا ولا مش هينفع. فانتوا بقى قولوا لي لو هينفع عادي والله، انا ما دام حاجه هتفيد مش هقول لا، انما هجيبه لسه هجرب، لا خليني في اللي اعرفه بقى. ده اللي انا عملته بصراحه النهارده. فقلت افيدكم معايا. انا طولت قوي هنا، طولت قوي كان المفروض ان انا اعمل، استحملوني بقى شويه اتعلم كده شويه المونتاج وشويه حركات. وبصوا بقى الدعاء اللي مكتوب قدامكم ده طبعا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اكفني ما اهمني. للي ما يعرفوش اي حاجه بقى تهمك، اي شيء شغلك، اي حاجه دايما ادعي وانت بتصلي، ادعي طول ما انت قاعد اللهم اكفني ما اهمني، اللهم اكفني ما اهمني. جميل 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 جميل. وهتشوف ان ربنا بيسر لك ازاي، او بيسر لك. انا بكلم ستات مش بكلم الرجاله انا. هتشوفي الدنيا ازاي بتتيسر ما شاء الله تبارك الله بالدعاء ده. حلو قوي، اللهم اكفني ما اهمني، حلو قوي قوي قوي. دايما بدعي في الصلاه، والحمد لله رب العالمين يعني. ربنا يديمها نعمه يا رب وفضل. حتى لو الواحد يعني بيشيل الهم شويه، ربنا بيطمن الواحد وبيريح باله.
الحمد لله رب العالمين على النعمة والفضل اللي الواحد فيها. ونحمد ربنا. بصوا بقى، بصوا بيطلع في ثانية، خدش اي مجهود. لبست الجوانتي طبعا زي البوبي عشان ما انا ايدي قبل كده اتهرت. اخر مرة كنت غسلاه كانت ايدي حرفيا اتهرت، وعاندت وما لبستش الجوانتي، فعشان كده انا مبسوطة ان انا لبسته المرة دي وطلعت منها سليمة بفضل الله. بصوا هنا كنت بقول لكم بقى، بصوا كنت بسجل لكم بقى ومبدعه وعامله فيها ايه بلوجر طبعا، بس انا بهزر يعني. كنت عامله فيها بقى ايه يوتيوبر ايه بلوجر دي يوتيوبر. بس لا، فشلت. قلت هسجل لكم احسن، علشان بجد كان معلش البرنامج بتاع الصلاه كده دايما بيشتغل وانا بسجل. مش عارفه برضه، عايزه اشوف له حل. لو حد عنده حل يقول لي. بيفكرني بالصلاه فبيشتغل كده وبيفصل معايا الصوت. بس بقى كنا بنقول ايه، نصلي على النبي يا جماعه كده، وشجعوني وحطوا لايك، واللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك. انا ام سينا ام الابطال. ليه ام الابطال؟ عشان ولادي بيلعبوا رياضه وابطال، انا شايفاهم ابطال. برفع من معنوياتهم، انا حره. ماشي. هوريكم بقى دلوقتي. بصوا والله خلطه ببلاش، والله خلطه ببلاش. بصوا الجريمه بقى، بصوا المنظر. بصوا الفرشه دي بتاعت الباديكير خلاص كده بقت بتاعت الشفاط، عشان الشبكه كانت محتاجه فرشه كده زي دي. بقول لكم بقى بامانه، اللي هي البامبا دي اللي موجوده. والميه بصوا بقت عامله ازاي. بصوا كنت بقول لكم لازم تلبسوا جوانتي، انا لبست جوانتي والحمد لله ايدي سليمه. بصوا المنظر صعب، لا صعب يعني بجد. ربنا يرحمنا من فيديوهاتك يا ام الابطال، ربنا يرحمنا من فيديوهاتك. هنا بقى كنت بقول لكم، بصوا انا شطفته بقى كده وحطيته بره ينشف. بصوا بقى ابني ربنا يبارك له ويرضيه يا رب ويكبر بخاطره. قلت له والنبي علقهولي بقى. راح قايم من غير ما ينهدني ولا يتعب قلبي. حتى انا استغربت، قلت ايه ده، ايش خيالي يا ناس، مش ممكن لا انا بحلم بجد يعني. بس عارفين اول ما نزل والله العظيم رحت متخانقه معاه، قلت له يلا يا دغور، انت هتعيش عليا الدور ولا انت عشان علقتهولي؟ وانا خارجه من المطبخ. هو قاعد يضحك وبص لي باستغراب ويضحك. بصوا الحمد لله. بصوا بقى ما شاء الله تبارك الله. قولوا لي رايكم، ايه ده افضل؟ النظافه دي يعني كده كويس، ولا السترس بيخليه انضف من كده؟ انا بصراحه مش شايفه فيه اي بقع ولا فيه اي حاجه يعني، الحمد لله رب العالمين. وصلوا كده على النبي واذكروا الله وربنا يا رب ينولكم كل اللي